بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. متصلة بتسأل الشيخ انها حامل في الشهر السادس من خطيبها
واهلها معترضين، وتفاصيل غير متوقعة في الفيديو. طبعا المتصلة ندمانة والخطيب ندمان ان وقعوا في الحكاية دي، وان البنت حامل. وده تنبيه لكل البنات انهم يبقوا حذرين في العلاقة اثناء الخطوبة واثناء كتب الكتاب، رغم ان كتب الكتاب ده يعتبر زي جواز، بس المعترف به في تقاليدنا هي ليلة الدخلة. بس الخطوبة تبقى يعني كتب الكتاب يعني تبقى في حاجة مبررة ان ده يعني يعتبر عريسها، اما خطيبها ده يعني حاجة لسه ما تمتش رسمي، ده عرف يعني من خطوات الزواج. في الخطوبة دي ده مش جواز ولا اي ارتباط رسمي، ده يعني زي بيقولوا فتح كلام ومعرفة، حصل قبول بيتم كتب الكتاب وبعد كده بيتم الفرح وليلة الدخول. انا ليه بحذر البنات؟ ان البنات هي اللي بتخسر في الموضوع ده، ان اما الشاب يطلع جدع ويتحمل المسؤولية انه وقع في العلاقة دي ويكمل مع البنت ويستر عليها ويتجوزها، اما الشاب بيطلع مش يعني يقول انا دي سلمت نفسها ليا، دي بنت رخيصة، يعني سلمتنا، اكيد ممكن تعمل كده مع غير اضمنها هي بعد. ده الفكر. وثانيا الزنا زنا، يعني الزنا زنا، يعني جريمة الزنا يعني تطبق على الولد والبنت. للأسف احنا في مجتمعنا بنقول ان بنيجي على البنت، ما الولد زنا. طبعا بنيجي على البنت ده شرف وفقد عذرية، وفي ناس يعني للأسف يعني بتتباهى بالولد اللي بيعمل كده، دول ده واد مقطع السمكة وديلها، ده وقعها، ده للأسف يعني. رغم ده منكر، بنت غلطانة والولد غلطان، بس انا بقرص على البنت لان البنت الشرف عندها في العذرية بتاعتها، ويعني لازم تحافظ على عذريتها عشان ما فيش حد يتكلم عليها ولا خطيبها يطمع فيها، عشان في اسف بعض الخطاب بيجربوا البنت شوف هتسهل معاهم ولا لا. فلازم البنت تكون حازمة جدا لغاية ما يتم ليلة الدخلة، ولازم ما يحصلش اي مقدمات للزنا من البنت خالص، لانها هتكون الضحية. بس المهم هو الشاب عايز يصلح غلطته مع البنت دي، وانا بحييه جدا، وعايز يستر عليها عشان عارف انها بنت محترمة، وده كان ضعف نفس منه ومنها. واقدر موقف ام العريس، انها برضو عايزة تستر على البنت، ودي حاجة نادرة في الزمن ده. انا بقول لاهل العروسة او اهل المتصلة دي، انتوا السبب، طولتوا في الخطوبة. يا ريت توافقوا على انهم يتجوزوا، يا اما بقى موافقوش. شوفي يعني عشان او اهلها عرفوا انهم بنتهم حامل، ممكن لا قدر الله يقتلوها بتهمة الدفاع عن يعني بدافع، قصدي الدفاع عن الارض. فتختار حد من ولي، يعني عمها، اي حد كبير من عيلتها اللي هي قالت لهم، وترتبط وتحط اهلها. ده من الامر الواقع. انا
مش بشجع البنت تأسي اهلها، بس احنا في موقف خطير جدا، ان البنت حامل في الشهر السادس ومش هتقدر تسقط الجنين، فهي ما تكتب كتابها هتبقى مستورة في الوقت في حمى، يعني هتبقى في ذمة جوزها، واهلها مش خلاص مش هيقدروا يكلموا، دي خلاص كتب كتابها على سنة الله والرسول زي بيقولوا، و تتجوز. والجنين يعني اذا كان مثلا في يعني الجنين ده نتيجة الجواز، ف من باب الستر يعني. وانتوا لكم التعليق، انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، يا ريت تدعمونا باللايكات والتعليقات عشان الفيديو يظهر للجميع والكل يستفاد. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، اتفضلي. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بس كان عندي عايزه احكي حاجه، وعايزه الشيخ يرد عليا لو سمحتي. اتفضلي معاكي. اتفضلي يا سارة، اتفضلي. انا كنت بحب شخص ما، والشخص ده كان كويس معايا ودخل بيتي واتخطبنا، والحمد لله قدام اهلي وكل حاجة كانت كويسة. عشان انا مستحيل فاصلين وكده، فانا اتعلقت بالشخص ده جدا جدا. وللأسف حصل بيني وبين اللي هو خطيبي ده تجاوزات. حصل بينكوا ايه؟ تجاوزات. تمام. وصلت ان انا اكون حامل. حامل. تمام. المهم ان انا احنا هنكمل، واحنا طبعا مدخلناش ان احنا هنكمل عادي ولا نتجوز زي ما كنا متفقين مع الاهل. تمام. بس الموضوع معي حاولت ان انا انا الجنين في الفترة الاولى اللي هو كان مسموح لي بيها، وما حصلش نصيب، وبعدها برضه حاولت وما حصلش نصيب. وصلت ان انا بقيت في شهر متأخر من الحمل، فاضطريت ان انا اعرف والدته. لان بدأ يحصل بينا خلافات، فانا لما خفت او كده فانا حاولت اعرف والدته. انا عرفت والدته، طبعا الموضوع بدأ يكبر. جم تاني لاهلي وقالوا له انكم عارفين حرام موضوع الجواز وكده، بس ما قالوش السبب. قالوا ان هم عايزين يسرعوا الجواز. بس مع والدته ما عرفتش السبب الاساسي. طيب كويس. احنا عايزين نسرع الجواز ونكتب كتاب ونمشي الدنيا. كويس. بس طبعا الاهل استغربوا ان ازاي فجأة ولسه في وقت وكده، فحصل شك من عندي طبعا في ان في ايه، وبدأوا يدوروا على السبب الاساسي. فانا اضطريت ان انا احكي لحد من اهلي،
كويس. وهي حكت لعمي، لعمتي، وعمتي حكت لعمي، بحيث ان هي عايزة تتابع الموضوع، لان والدي وكده مش موافقين واخويا مش موافقين ان الموضوع يمشي بالطريقة دي وبالسرعة دي. تمام. وانا عرفتهم الحقيقة كلها لعمتي وعمي ده عرف وكده، فهم خايفين طبعا من رد فعل اخويا ووالدي. هم يعني انا والدي مسافر واخويا مش موجود اليومين دول، فعمي وعمتي مضطرين يكتبوا كتابي مع الشخص ده من غير ما والدي عشان هو مسافر، عشان يلحقوا الموقف لحد ما والدي يجي على الأقل يعملوا أي فرح أو كده، أو والدي يجيب لي حاجتي عشان يدخلوني. كويس كويس إن هما تمام. أنا مش يعني أنا عايزة أعرف، أنا كده يعتبر عملت غلط وحرام كبير. انت يعني هو الموضوع فيه شقين، في شق اجتماعي دلوقتي ان انت لازم تلحقي نفسك بسرعة، أكيد. وفي بقى شق ديني الشيخ احمد هيكلمك عليه. انت الشق الاجتماعي يعني انا كنت مبطلة الصلاة، انت لازم تنجزي. هو انت لسه ما كتبتيش الكتاب؟ ان شاء الله بكره او بعد بكره يا رب يسر، لان اخويا بس يبقى دي اكيد هيحصل فيها يعني حق، يعني ما ينفعش. المهم بس تكتبي الكتاب وتبقي خلاص كده مراته، والدنيا هتفرق كتير، هتفرق كتير. ومعاكي عمك برضو في ظهرك اهو، واهله وهو، ربنا ييسر لك والامر ويسترك يا حبيبتي. تمام. انا مش يعني عايز اهو ممكن ربنا يسامحني، ممكن ربنا يسامحني. الشيخ احمد بقى هيكلمك معاكي في كل الاوجه دي، خليكي معايا. يعني انا ما سمعتش المكالمة كويس، بس لا ما سمعتش المكالمة كويس، سمعت الحدث بس وبعد كده ما سمعتش. هي حامل وحاولت تنزل البيبي مرتين منزلش، وخلاص عدت بقى الشهور اللي ينفع تنزل فيها تقريبا. اهي انتي قلتي انك في الشهر الكام؟ السادس. انتي اتأخرتي قوي. انا كنت خايفة من رد الفعل، ما كنتش يعني انا لوحدي ومعيش حد، فانا ما كنتش عارفة اختار. مامتك فين؟ والدي والدتي متفصلين من سنين، وهي مش عايشة معانا وهو مش عايش معانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. من رد الفعل، يعني أنا سارة، اسمها سارة. حد يحصل له حاجة أو يعني أكيد ما ينفعش كلهم حاجة زي كده، بس خايفة من رد الفعل. ماشي يا حبيبتي. أو حد هي دلوقتي في الشهر السادس، اتأخرت طبعا. راحت قالت لحماتها، وحماتها يعني قالت لحماها اكيد، وراحوا لاهلها وقالوا لهم عايزين نسرح في الجواز وفي كتب الكتاب. فباباها استغرب وقال لا، وباباها ده مسافر واخوها بيقول لا،
فراحت هي قالت لعمتها، وعمتها قالت لعمها، وقالوا لا هنسرع وهنكتب الكتاب. هيكتبوا الكتاب خلاص بكرة وإن شاء الله ربنا ييسر لها. هي خايفة بقى دلوقتي بعد ما تكتب كتاب من رد فعل باباها وأخوها، بس خلاص هتبقى اتجوزت، هيبقى خلاص بقى في راجل. طب وخلينا هي دلوقتي النقطة التانية كمان اللي بتسأل حضرتك فيها حكاية الايه، ان هي خايفة يعني من ربنا وكده ان هي عملت حاجة غلط. خلينا نعترف، بس هو يعني الشق الاجتماعي ده شق تاني، لكن الشق الاولاني اللي هي زي ما انت خايفة من بابا، انا الاصل انا اخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت اقدمت على فعل خطير جدا، واقدمت على خلينا نعترف كده كبيرة من الكبائر. لكن مدام الانسان يعني حس بالندم وتاب إلى الله عز وجل، لابد من التوبة النصوح. التوبة النصوح التي يتبعها العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل. فهي دي القضية، مش تاب واستغفر الله وخلاص بس أنا خايفة من فعل الناس، لا، الأصل أنا خايفة من الله سبحانه تبارك وتعالى، خايفة من ربنا سبحانه جل وعلا. طيب انا اعمل ايه؟ زي الست اللي قالت يا رسول الله فطهرني، انا فطهرني يا رسول الله. طبعا دلوقتي مش هروح لحد ونقول له طهرني، لكن انا اتطهر نفسيا. كيف اتطهر؟ بالتوبة الى الله تبارك وتعالى، بالرجوع والندم الى الله عز وجل، بالصدقة، بالسجود والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى، لغاية لما تحس كده ان الله عز وجل تاب عليك. الشعار ده ان العبد يشعر ويستشعر ان الله رب العالمين تاب عليه. وانا عاوز اقول لك بس ربنا لما قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. احنا بنقف هنا، لا نكمل وأنيبوا إلى ربكم. هي قضية الإنابة، أن العبد ينقل قدمه من مقام التوبة إلى مقام الإنابة. لعلنا نتناول ده إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله، لأن الوقت خلاص انتهى. احنا لازم نطلع فوق. فأنا بقول لك لابد من التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. وأما بكرة بقى كاتب كتاب، فنسأل الله أن ييسر لك. وإذا اطلع ربنا على ما في قلبك ووجد أنك قد تبت إلى الله إليه سبحانه وتعالى توبة نصوحة، لا شك أن الله عز وجل يحميك إن شاء الله عز وجل، وربنا يستر عليك في الدنيا والآخرة، ويستر علينا جميعا يا رب العالمين. ربنا يغفر لك يا حبيبة قلبي، ويستر عليك وييسر لك أمرك يا حبيبي يا رب.